ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس. اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده زي ما وعدتكم هعمل لكم روتين التفتيح اللي باسعار اقتصاديه. كل البرودكتس اللي هتكلم عليها النهارده كلها مصريه. انا كنت عامله لكم واحد تاني كان الاسعار فيه غاليه شويه ومعظمها كانت حاجات مستورده، ولكن الحاجات الغاليه دي كانت يعني منتجات هتجيب نتيجه بسرعه جدا والكواليتي اعلى طبعا بكثير. المره دي انا برضو حاولت ان انا انقلكم يعني اكتر منتجات تكون كواليتي حلوه وتديكوا نتيجه برضو سريعه، بس عشان ابقى صريحه معاكم هي مش تبقى بنفس السرعه بتاعه الروتين الغالي شويه. فلو انتي مهتمه شوفي الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. خلينا نبدا مع بعض بالروتين، وهنبدا باول خطوه طبعا وهي الغسول. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه، ان احنا لازم نبدا ببشره نظيفه عامه عشان خاطر يعني البشره تعرف تستقبل كل المنتجات اللي احنا هنحطها في في الحته بتاعه الغسول دي. اخترت لكم 3 انواع كلهم انواع طبيه. اول واحد هو الفومينج كلينزر بتاع انفينيتي. ده كويس جدا، المواد الفعاله اللي فيه كلها برضو كويسه. بس هو القوام بتاعه فوم، تحسوا ان هو فوم كريمي كده شويه. مش هقول لكم ان هو بيسيب البشره بانعم شكل ممكن، ولكن لا، هو بينظف البشره حلو ومش بيخليها ناشفه، فممكن نعتمد عليه في الشتاء عادي. بس الغسول اللي بالنسبه لي احلى منه واللي انا بستخدمه بقالي سنين هو بتاع ستارفل. ده بالنسبه لي بصراحه كان اريح، لان هو قوامه يعني كريمي كده، في نفس الوقت بتعرفوا ان انتوا ترغوه وتقدروا ان انتوا تنضفوا بيه بشرتكم كويس قوي. وبرده كل المكونات بتاعته كويسه، معتمد على ماده الالفا اربيوتين، فهو بصراحه من احلى الغسولات اللي ممكن تستخدموها. وعلى فكره ستارفل كمان تقدروا تستخدموه على جسمكم مش بس وشكم. الغسول اللي بعد كده هو غسول ديرماكتيف. وديرماكتيف هو يعتبر اقل غسول انا بميل فيه من الاتنين الباقيين، مش عشان هو وحش، بس انا يعني بحس ديرماكتيف بينشفني اكتر من ستارفل واكتر من انفينيتي. بس هو مش بينشف بطريقه مؤذيه، يعني اللي هو نقدر نعتمد عليه كغسول. لان انا مش بعلق قوي على خطوه الغسول، طب بينشف طب ما بينشفش مش عارف ايه، لان انا لسه هعمل باقي الروتين بتاعي فالدنيا هتبقى متظبطه يعني. فاهم حاجه بس عايزه اقول لكم عليها، ان احنا نعتمد على ان احنا نغسل بشرتنا كويس، خصوصا لو احنا يوم راجعين فيه من بره وفي بواقي مكياج او بواقي سون سكرين او اي حاجه، نعمل دبل كلينزنج. وانا اتكلمت عن الدبل كلينزنج كتير قوي وعملت لكم فيديو كامل عن الموضوع، هسيب لكم لينك الفيديو بقوا شوفوه. وندلك بشرتنا بالغسول لمده 60 ثانيه عشان بشرتنا تعرف انها تستفاد من المكونات الفعاله اللي جوه الغسول. مره واحده بس في الاسبوع، خصوصا لو احنا في الشتاء، لان انا عايزه افتح بشرتي في الشتاء وكده، بس مش عايزه ارهقها قوي. ولو انت شفتي الفيديو ده في الصيف اعملي الخطوه دي مرتين في الصيف. هو ان انا هعمل تقشير لبشرتي، بس تقشير خفيف قوي وجنتل قوي بالفارم ستاي. وده يعتبر المنتج الوحيد اللي هيبقى مستورد سعره متوسط. والخطوه دي ممكن نعمل لها سكيب على فكره، بس ده لو انت يعني عايزين ايه، نسرع الدنيا شويه. الفكره فيه او انا ليه بحبه وبرشحه، اولا هو بيعمل سكراب بطريقه جنتل جدا. هو عباره عن جل كده بتفركيه على بشرتك، فيبدا ان هو يشيل الجلد الميت من غير ما يعمل اي جروح في البشره ومن غير ما يرهقها. بعد ما تخلصي هتحسي انت فعلا بشرتك ناعمه. انا بس عايزه اعمل الخطوه دي مره في الاسبوع عشان خاطر انا عايزه اخلي البشره سطح الجلد نفسه كويس ومستعد ان هو يستقبل باقي الخطوات، فاشيل الجلد الميت. الحاجة اللي بعد كده بقى وهو ان احنا هنعمل ماسك للتفتيح. ماسك التفتيح ده ممكن نعمله مرة او مرتين في الاسبوع. وهنا هرشح لكم ماسك التفتيح بتاع بوبانا، بس هو الاديشن الجديدة او الاصدار الجديد ده اللي اشتروه. في واحد كده قديم كان وحش قوي، مكنتش بحبه قوي الصراحة يعني، لكن ده احسن شوية. وحطوه على بشرتكم من 10 ل 15 دقيقة على حسب ما يعني تبقوا قادرين، وبعد كده ابدأوا اغسلوه. هو المكونات بتاعته لذيذة، مش هو لوحده اللي هيساعد على التفتيح، ولكن هو يعني هيبقى حلو ان هو يتحط في روتين تفتيح، وفي نفس الوقت هيدي تنظيف كده للبشرة، وهيساعد ان احنا نفتح البشرة من الهبل اللي حصل في الصيف، لان الصيف كان شديد قوي. هنيجي بقى لخطوة السيرمز، وهنا برضو هرشح لكم 3 انواع سيرم. وخطوة السيرم دي هنفضل ان احنا نعملها بالليل وقت النوم مش واحنا خارجين. فهنستخدم بقى نوع، يعني اختاري نوع واحد من دول، هتلاقي الحاجات متدرجة من الغالي للرخيص. اول واحد هرشحه لكم هو الديرماتين. ده سيرم بيور كده الفا اربيوتين، وده يا جماعه من السيرمز اللي انا ارشحها لكم، ان شاء الله ان شاء الله هتشوفوا عليه نتيجه مع الروتين الكامل اللي احنا ماشيين عليه. يعتبر هو اغلى من النوعين اللي انا لسه هتكلم عليهم. فماده الالفا اربيوتين كويسه قوي بصراحه، والسيرم ده كويس جدا، تقدروا ان انتوا تستخدموه زي ما اتفقنا، خليه بالليل.
النوع السيرم اللي بعد كده من فلوريش، وهو سيرم النياسياميد. سيرم النياسياميد هنا هيعتمد على ان هو لو انت عندك اثار حبوب او عايزه تفتيح هيشتغل عليه. هل السيرم بتاع النياسياميد اقدر اعتمد عليه 100% هو لوحده؟ لا، لازم تحط في روتين كامل، ولكنه هيبقى خطوه كويسه ان احنا نعتمد عليه لو مش هتقدري تشتري سيرم الديرماتين. الحاجة بقى اللي بعد كده، وده آخر سيرم فيهم ويعتبر أحسن حاجة في الفئة السعرية الرخيصة وتديني نتيجة كويسة، وهو سيرم النياسياميد بتاع إيفا. كلمتكم عنه كتير جدا قبل كده، فشوفي انتي مقدرتك المادية هتقدر توديكي لحد فين، واشتري وجربي. خلينا نكمل الروتين بتاع بالليل زي ما احنا عادي. دلوقتي احنا غسلنا وشنا مرة في الأسبوع، هنعمل السكراب مرة في الأسبوع. بعد السكراب هنعمل الماسك. بعد كده ابتدينا ان احنا نحط السيرم. هاجي بقى بالليل بعد ما احط السيرم هستخدم كريم التفتيح، وكريم التفتيح بتاعي يعني انا جبت لكم اكتر من حاجه علشان تختاروا السعر المناسب ليكم، وهقول لكم برده سرعه الافكت بتاع كل حد فيهم. عندي نقطه مهمه عايزه الفت نظركم ليها، ان كريمات التفتيح في العادي ما بيكونش الترطيب بتاعها عالي قوي. فلو حسيتي ان اي كريم من دول بينشف بشرتك شويه، عشان برده تجنبا ان يطلع لك حبوب او حاجه، حاولي كده تفصلي مثلا يوم او يومين في النص، او حتى في نص اليوم مثلا، اللي هو تحطي كريم مرطب يكون تقيل شويه. لو اخترتي كريم تفتيح يكون يعني البشره بتمتصه قوي، فبيسيب بقى البشره ناشفه شويه، عشان مش عايزين يحصل اي حبوب بس تحت الجلد بالذات. اول حاجه، وده يعتبر من ارخص الحاجات اللي ممكن اقول لكم عليها، هو بتاع بوبانا كريم الفيتامين سي بتاع التفتيح بتاع البشره. ده لسه نازل جديد، مش جديد قوي يعني، بس هو يعتبر حاجه جديده من البوبانا نزلتها. هو كويس وكويس في الفئة السعرية دي، اللي هو حاجة سعرها 50 جنيه، لكن ما اقدرش اوعدك ان هو هيبقى احسن كريم تفتيح تجربيه، ولكن هو مش وحش، لو هو حاجة تقدري تعتمدي عليها. اللي يجي بعد كده على طول هو كوين. وانا لو هميل ما بين بوبانا وما بين كوين هختار شوية كوين، يعني حاسة ان كوين كان نتيجته بالنسبة لي كانت احسن، وكنت بستخدمه بصراحة على وشي، بس كنت بستخدمه كمان على ايدي. على ايدي محسيتش بحاجة قوي، على وشي كان كويس، بس هو يعني طولي بالك حبتين 3 4 كده. فانا دول اقل ترشيح ليا، ولكن ارخص ترشيح اقدر اديهولك لو الميزانيه مش هتسمح باكتر من كده. بس لو انتي قررتي تشتري مثلا بتاع بوبانا او بتاع الوايت شادو، انا قلت ايه؟ لو انا ما قلتش وايت شادو، انا حاسه انا غلطت في حاجه. المهم يا جماعه ده شكل الكريم، حاسه في حاجه فوتت مني. جماعه الكريم ما اسموش كوين، الكريم اسمه وايت شادو. انا اتلخبطت، انا بتكلم ومتلخبطه، بس الصوره اللي هتظهر قصادكم اسمه وايت شادو، اوكي؟ ونفس الكلام هو زي ما انا بقول، بس انا غلطت في الاسم. المهم خلينا نعلى شويه بالسعر، وبالتالي هنعلى شويه في النتيجه. عندنا الستورفل الكريم والجل. اختاري النوع اللي يريحك. وبرده ستورفل من الحاجات البطيئه شويه، ولكن اللي مكوناتها امان جدا، ممتاز جدا لو بشرتك حساسه. وطبعا هم يعني مش بيدوا نسبه ترطيب عاليه، ولكن هيبقوا كويسين. المهم انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه. طالما اخترتي حاجه في فئه سعريه معقوله شويه، يعني على القد شويه، حاولي بقى تستثمري في السيرم وتشتري بتاع ديرماتين، بحيث ان الاتنين يكملوا بعض. ما يبقاش كل حاجه في الروتين سعرها رخيص وفعاليتها قليله، وترجعي تقولي انا ما اتفتحتش. لا، انا ماليش دعوه، انت اللي اخترتي. المهم ستورفل كويس، وبصراحه ده من الحاجات اللي انا بحبها جدا وارشحها لكم جدا جدا. برضو هنرجع نعلى تاني بالسعر شويه. بعد كده عندي الفيكيشن والانفينيتي. بصوا، فيكيشن بيجي منه جل وبيجي منه كريم، اختاري اللي يناسبك على حسب نوع بشرتك، وطبعا الجل دايما بيكون اخف. بالنسبه لانفينيتي برضو كويس جدا، اختاروا الشكل اللي انا حاطه لكم ده، حلو قوي. الاتنين كويسين عامة. عشان تبقوا عارفين، كريمات التفتيح انت عايزة اقل حاجة اسبوعين لشهر عشان تبدأي تشوفي نتيجة، بس انا عايزاكوا تستثمروا شوية في ان انتوا لو هتجيبي زي ما اتفقنا كريم رخيص، هاتي السيرم غالي، والعكس، بحيث انك تعرفي تشوفي احسن نتيجة. لان انا عايزة امشي على روتين كامل يخليكي تشوفي نتيجة ما بين شهر ونص شهرين، اوكي؟ ده كده الروتين بتاع بالليل. الصبح بقى هنعمل ايه بعد ما نستخدم الغسول بتاعنا؟ عندي ليكوا نوعين كريم تفتيح، بس للأمانة هم مش هيفتحوا قوي قد ما هم برضو كمكونات، اللي هو الوقاية خير من العلاج، وفيهم SPF. أول واحد وهو بتاع كليو. كليو فيه نسبة SPF كويسة جدا انك تقدري تنزلي بيها في الشتاء، ولكن عارفين في الجو اللي هو الساعة مثلا 5-6 والجو هيبتدي يليل. لكن لو هتنزلي بقى الصبح بيه حطيه عادي، ويفضل تحطي بعده كمان سان سكرين، وهنتكلم عن السان سكرين حاضر.
الحاجه اللي كده وهو الكريم بتاع تترا جلو. وتترا جلو من الحاجات اللي تقدري برضو تستخدميها بنفس الطريقه، اللي هو نحطه الساعه 5 4 5 6 كده اول ما الليل اللي هو يكون قرب يليل. بس لو هتنزلي الصبح استخدميه لان مكوناته حلوه جدا واحساسه على البشره مش وحش، في نفس الوقت هيديني حمايه من الشمس. بس انا عايزاكي بعد ما تستخدميه تستخدمي برضو صن بلوك، سواء هو او كليو، لان هما مش هيدوني حمايه من الشمس اللي هتساعدني ان انا احمي نفسي من الشمس بجد لو انا كمان نازله في عز اللي هو النهار او نازله الصبح بدري، عشان انا عايزه اتجنب ان انا اسمر، عايزه اعالج في الشتاء. هنا هرشح لكم حاجه من الاثنين، يا اما الصن بلوك بتاع ابي يا اما الصن بلوك بتاع بوبانا. وبوبانا بيجي منه الجل وبيجي منه الكريم، اختاري منه المناسب ليكي. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو حسيتوا ان انتوا اتلخبطتوا مني في النص قولوا لي، عشان انا حاسه ان انا في لخبطه حصلت مني في النص، فاسفه جدا عليها. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.